المجتمع ظاهر اليوم يرفض العنف بأتم أشكاله مهما كانت أهدافه. إذا كل واحد يحب يوصل إلى هدف معين فقط يحاور ويحط أفكاره على الطاولة للحوار. سيف الدين على التليفون. سيف الدين، مساء الخير. مساء الخير خويا زهير. مرحبا بك يا سيدي. الله يكون في عونك انت والفريق العامل معك والاعلاميين التوانسه كل اليوم. يعيشك يا خويا، بارك الله فيك. باهي ساعه خلينا نبداو متفقين في حاجه. اللي صار البارح هو واجع التوانسه الكل. بالطرف السلفي التونسي وبالاطراف التي تتحدث بالديمقراطيه وبالحريات وغيره. لكن هات نبداو متفقين. الثوره التونسيه والشباب التونسي وقت اللي قاد الثوره وقاد ثوره الشعب علاش خرج على ثلاثه مبادئ هامه: حريه، شغل، وكرامه وطنيه. ايوه، هذوما ثلاثه مبادئ خرج عليهم. الاحداث الاخيره اللي صارت وقت اللي السلفيين مقتنعين، وان شاء الله يكون حمزه يسمع فيا تويكا اكيد، وان شاء الله يجاوب اذا كان عنده اجابه. وقت اللي قالوا للبوليسيه طغاة، يا سيدي متفق معك. اوكي باهي، انت قلت عليهم طغاة، يا سيدي طغاة، اما بالله سؤال بسيط جدا. وقت اللي توفى شكري بليد الله يرحمه وتم اغتياله، السلفيين خرجوا يضربوا مع البوليسيه في الشعب التونسي ويحميوا في مقرات حركه النهضه. اش بيهم وقت البوليسيه ما همش طغاة؟ وقت البوليسيه باهين؟ شنو الاختلاف اللي صار في شهرين من زمان؟ هذا واحد، وان شاء الله يجاوبني. اثنين، وقت اللي انت تجيك وزاره الداخليه قالت لك يا خويا انت تحب تعمل المؤتمر نتاعك، تفضل اعمل، ما قال لك حتى حد لا تبقينا امشي بالقانون وتفضل هذا الترخيص نتاعك، اطلب مطلب واعطي ترخيص. وين الاشكال انت كيف تعطي مطلب ترخيص؟ وين المشكل؟ باش تنحي الدم وباش تنحي الوحده هذا الكل. ثالث حاجه واللي هي الاهم، كيفاش انت اليوم عندك الدوله نتاعك داخله بعضها واحداث وسالت فيها الدم ومن الطرفين، والله يرحمهم السلفيين اللي توفاوا، والله يكون في عونهم اعوان الامن، وكيفاش الوزير الاولي يمشي للقطر ويسيب البلاد في 3 ايام وقت اللي هو في وقت من الاوقات وزير داخليه وعملها في احداث السفاره. كيفاش هذا؟ انت راك الوزير الاول، رئيس حكومه راك، كيفاش تسيب البلاد وتمشي؟ وبعد هذا ودونه يا سيدي يا اخويا السلفي، راك تونسي وراك خرجت يدي في يدك باش طيحنا نظام ديكتاتوري على راسه بن علي. هذا متفقين فيه. اش بيك اليوم تقلبت؟ اذا كان انت تحكي على الطغاة، راك انت سامحني في التعبير وسامحوني في التعبير وما نحبش نقول هالكلمه، راك بالطريقه والتصرف والاسلوب نتاعك انت تطغوا على حريات الشعب التونسي، ما اعطيتوش حقه في الاختيار. اذا كان انت يا خويا تحب تحكم، ما قال لك حتى حد ما تحكمش، تفضل ادخل في الانتخابات، والفيصل بينات الناس الكل هي الانتخابات وصوت الشعب التونسي اللي باش يقرروا. وين الاشكال هنا؟ يا خويا تحب تفرض الشريعه، كيف نفهموها الشريعه نحن الساعه؟ صدقني يا خويا زهير، قسما بالله 3 مرات. اقسم بالله وين نجي نتحاور مع واحد سلفي وعندي اصحابي برشا فيهم، فهمني؟ وين نجيو نتحاوروا يا خويا؟ فهمني انا سيدي مواطن تونسي مانيش فاهم، فهمني ايش معناتها الشريعه، فهمني ايش معناتها السلفيه، فهمني شنو اللي قاعدين تدعوا لي. والله لا هم فاهمين، قسما بالله والله العظيم لا هم فاهمين. واضح. وتجي تقول له يا خويا الشريعه والقصاص وإقامة الحد وغيره 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 ما همش فاهمين. وبعد هذا وتونو اذا كنت تحب انت توفر الشريعه، وسامحني كنت تحب تعمل الشريعه، ما قال لك حتى تونسي وحتى سياسي ونتحداهم، ما ثم حتى سياسي وحتى تونسي قال لا للشريعه، لكن وفر الساعه، وفر الامور الاقتصاديه، وفر الامور الامنيه، وبعديك تفضل احكم بشرع ربي كما قال ربي. اكيد. كما نعطيك مثال بسيط باش نختم به. تفضل يا سيف. ربي سبحانه قال في آيته الكريمه، قال لك خذ 4 نساء، انت يا انسان قال لك خذ 4 نساء، ما عندكش مشكل، خذ 4 نساء، لكن قال لك لم تعدلوا يا انسان، راك ماكش باش تعدل، اكتفي بواحده. اي هنا اذا كان ربي سبحانه قال لك راهو انت عندك حق باش تاخذ 4 ولا لازم تعدل بنادم، وقال لك راهو ربي سبحانه قال لك راك ماكش باش تعدل، دونك خذ وحيده ويزيك. اي شنو هذا؟ ايش بينا نحرفوها الايه ونعطيوك حشنا به نحن ونقولوا لا لازمنا ناخذوا 4؟ ما هو ربي سبحانه قال لك لن تعدلوا، وفعلا هنا هذه ختام للايه الكل كي قال لك لن تعدلوا. واضح. سيف الدين نشكرك برشا، بارك الله فيك. الشيخ محمد بن حموده يا ريت تطلبنا على 71 ولا تبعث لي حتى في الميساج بريفي على الفيسبوك رقمك ونطلبوك يا شيخ. يقول يا سي زهير هذا التقطيق مازال الفلاق، كيف ما يقول المثل التونسي المسؤوليه بالدرجه الاولى للعلماء وعلى راسهم فضيله المفتي اللي خلاو العباد في حيره وعدم فهم صحيح للدين، واللي خلى بعض الناس
يوليه مفتي في بلاصته في جمعتين، يكفي باش ينصف سروالو ويربي لحيته ويقرا زوز كتب ويولي يفتي كيما يحب شيوخ شنو نهارين وطيش ما فيهم حتى جارانتي. باهي يا شيخ كنت نجم تكلمنا، مرحبا بيك معناتها، ولا تبعث لنا